تفتكر إن عربية التسوق دي كانت دايمًا موجودة؟ تصدق أول ما اخترعوها الناس كرهتها، بس بعد كام سنة الاختراع ده ضاعف مبيعات المحلات، وغيّر طريقة الشراء للأبد. بس قبل ما أقول لك على أي حاجة خلّيني أحكي لك الحكاية من الأول. السلام عليكم. أنا أحمد جمال بخبرة أكتر من 20 سنة في الريتيل، وده مكانك لو حابب تفهم الريتيل أو التجزئة مش كبيع وبس، لكن كعلم ونفسية. النهاردة هنحكي قصة عن أذكى اختراع في تاريخ السوبر ماركت، وهو عربية التسوق. ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك بالقناة، ويلا بينا نرجع مع بعض بالزمن. قبل الاختراع في سنة 1937 التسوق كان مختلف تماما. مفيش عربيات تسوق، مفيش ممرات واسعة، الزبون كان بيشيل سلة تتملى خلاص يمشي على طول. يعني ايه؟ يعني جسمك هو اللي بيحدد هتشتري قد ايه. وهنا كانت المشكلة، المحلات عايزة تبيع أكتر بس الزبون مش قادر يشيل. وهنا بيظهر بطل حلقتنا سيلفان جولدن ماي، صاحب سلسلة سوبر ماركت في أمريكا اسمها هيمبتي ديمبتي. الراجل ده مش عالم ومش مخترع عبقري، لكنه تاجر شاطر، وكان بيخسر مبيعات مش عشان الزبون مش عايز، لكن عشان مش قادر. وفي يوم من الأيام عينه وقفت على كرسي بيتفتح ويتقفل وعجلة لعبة، وقال لنفسه ليه ما تخليش السلة تمشي بدل ما الزبون يشيلها. ومن هنا بقى جه الاختراع العبقري. أول عربية تسوق كانت بسيطة جدا، عبارة عن 4 عجلات وإطار معدني وسلتين فوق بعض. سيلفان أخد الفكرة واشتغل مع ميكانيكي اسمه فريد يونج، وصمموا أول عربية تسوق. الفكرة عبقرية، بس المشكلة إن كل فكرة بيقابلها عقبة، وهي إن الناس رفضتها. وهنا بقى كانت الصدمة. الستات قالوا دي بتفكر دي شبه عربية الأطفال. وإحنا مش ناقصين تعب، والرجالة كبريائهم نقح عليهم. احنا عندنا عضلات قوية وبنعرف نشيل ومش محتاجين عجلة تزق معانا. الاختراع فشل تقريبا، لكن جولدن مان ما استسلمش. وهنا بطلنا جولدن مان عمل حاجة عبقرية وخدعة ذكية جدا. أجر ممثلين، جاب رجالة شكلهم هيبة وستات شيك، وخلاهم يلفوا بالعربيات دي في المحل طول اليوم وهم بيضحكوا وفرحانين. وفجأة الزباين الحقيقيين لما شافوا المنظر بدأوا يقلدوا وغيروا رأيهم في ثانية. وفي أسبوع واحد العربية بقت جزء من التجربة. العربية عملت إيه بقى وإزاي أثّرت في التسوق؟ الزبون شال أكتر وقعد وقت أطول واشترى بدون إحساس بالوزن. العربية شالت الحمل، فالدماغ فتحت شهية الشراء. والرسالة بقى الخفية في حلقتنا النهاردة إن العربية دي مش مجرد حديدة بعجل، دي أول أداة خلت الريتيل يفكر بدالك. من بعدها زادت المبيعات لما الناس بقوا قادرين يشيلوا حاجات أكتر، بدأوا يشتروا أكتر، وبقى السوبر ماركت تجربة ممتعة. وكمان غيرت تصميم المحلات. المحلات كبرت عشان تستوعب العربيات، وخلت الممرات واسعة والرفوف مليانة. كل تصميم سوبر ماركت انت شايفه النهاردة اتعمل علشان عربية التسوق. ومن أوكلاهاما للقاهرة لدبي لمدينة نيويورك، النهارده بقى في عربيات بتعد وتحسب بون الشراء وكمان بتتحرك لوحدها. بس كل ده بدأ من فكرة سيلفان البسيطة. بس مهما كانت التكنولوجيا اتغيرت، الفكرة واحدة. سيلفان ما عملش اختراع معقد، هو بس فهم دماغ الزبون وفكر ببساطة وحل مشكلة حقيقية، وما استسلمش للرفض. وده بقى أهم درس في الريتيل. بس استنى، عربية التسوق مش بس بتشيل حاجات، هي كمان بتوجهك، تخليك تمشي في مسار معين وتشتري حاجات معينة من غير ما تحس. وده بقى موضوع حلقتنا اللي جاية. احكي لنا بقى في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتحبوها في السوبر ماركت، او لو عندكم فكرة
جديدة كاختراع، ما تنسوش بقى تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في الحلقة اللي جاية. مع السلامة.